دلوقتي أستاذة ياسمين عز كل شوية تطلع علينا بشوية آراء بصراحة ما سمعناش زيها قبل كده. تقولك وانتي في البيت اندهي على جوزك قولي له يا باشمهندس أحمد. طب ده معناه ايه؟ يعني أنا أقول له يا باشمهندس ليه؟ ده من باب الاحترام يعني ولا من باب التفخيم ولا من باب ايه؟ ولما أنا أقول له يا باشمهندس أحمد بره البيت الناس تقول له ايه؟ يا أحمد، يا حمادة، يا حمودي. يعني انا ما دلعش جوزي ولا اناديه باسمه كده والناس بره هي اللي تدلعه؟ انا مش فاهمه اللي انت بتقوليه. يعني هو انا لو ناديت جوزي باسمه او دلعه طب انا مش بحترمه؟ إيه الكلام الغريب دوت؟ تاني حاجه تقولك الراجل كفايه كتافه. يعني ايه كفايه كتافه؟ اعمل ايه انا بكتافه ديت؟ يعني كتافه دي هتوكل وتشرب العيال؟ هتدفع قسط المدرسه؟ اكتافه دي هتدفع قسط العربيه اللي احنا قعدنا 3 سنين بندفع فيه؟ اعمل ايه انا بكتافه؟ ولا انا والولاد نقعد على كتافه وهو بقى يمرجحنا؟ وبعدين تلاقيها بتقولك مش عارفه الصوت، طبقات الصوت، مش عارفه في صوت شتوي وصوت صيفي وكلام كده غريب. هو انت يا استاذه الكلام ده درستوه في كليه الاعلام؟ انا مش خريجه اعلام بس ما اعتقدش ان الكلام ده يعني اتدرس في كليه اعلام اطلاقا. هو حضرتك جربتي يبقى عندك طفلين 3 في البيت وبتجري ورا ده عشان تحطي له لقمه في بقه، وبتجري ورا ده تجيبيه من قفاه عشان تقعديه على الكرسي عشان يذاكر كلمتين، وفي بيبي صغير بتجري وراه بيحبي وبيكسر وبيوقع بتجيبيه؟ جربتي؟ فيعني متهيألي وقتها انت هتسمعي سيمفونيه، هتشوفي طبقات يعني صوت في صوتك انت ما كنتيش تعرفيها، ما كنتيش تتوقعيها. طبقات صوتك هتبقى ملعلعه، الجيران بتسمعها. حضرتك ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ صيفي ايه وشتوي ايه؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ وبعدين تقولك يعني ايه تقولي لجوزك ما تدخلش بالجزمه الشقه، ما تدخلش على السجاد بيها؟ اقول له ما بقاش انا طالع عيني من الصبح بنظف وبمسح وهو يجي لي من بره بتراب ولا بطين ولا بتاع بالشوز بتاعته ويدخل يبهدل لي السجاد، يطلع عيني عشان انا اغسل السجاد ولا انا انضف تاني؟ ليه؟ هو حضرتك هم اشتروا الفلبينيه عشان انا ارجع تاني اعيد تاني اللي انا نضفته؟ وعلى فكره ده مش اضطهاد للراجل، لا، والعيال نفس الحكايه يسيبوا الشوز بره، وانا لو نزلت ورجعت اسيب الشوز بره. حضرتك بتقولي السجاد ده هو جايبه بفلوسه. اه يا حبيبتي هو جايبه بفلوسه خلاص، بس هو السجاده دي اصلا لو حصل لها اي حاجه انا ولا العيال اللي تسببنا ان قطعناها بوظناها هو هيعلقنا على الباب. حضرتك مش هيجيب سجاد تاني. حضرتك هي الناس معاها فلوس اصلا تجيب سجاد ولا اي حاجه؟ يعني بصراحه انا مش عارفه الكلام الغريب ده انت بتقوليه ليه. يعني لو فرض ان انت بتعملي كده عشان انت عايزه تتجوزي، لا، في طرق تانية تقدري تتجوزي وتحافظي على كرامتك وكرامه الستات، لان انت كده بتحطي كرامتك وكرامه كل الستات في الارض. انت عايزانا نقول له يا باشمهندس احمد؟ هو حضرتك بترجعينا لزمن سي السيد وامينه؟ يعني ايه اقول له يا باشمهندس؟ حضرتك احنا دلوقتي عايشين في عصر حضرتك فيه مساواه بين الراجل والست. الراجل بيضحي عشان الست والست بتضحي عشانه. احنا الاتنين بنشارك بعض في كل حاجة، سواء في مصاريف، في مشاعر، في احترام، في كل حاجة. فازاي انا ابقى خاضعة ليه كده؟ ازاي انا اتنازل كده؟ انت ليه بتعملي كده؟ ليه بتحطي كرامتنا في الارض؟ لا يا استاذة، الكلام اللي حضرتك بتقوليه كله غلط وما بقاش ينفع في الزمن اللي احنا فيه. ولو حضرتك انت قابله على نفسك كده اعمليه لوحدك، بس ما تطلعيش تقرفينا بيه في البرامج وعلى الهوا تقوليه لنا، لان انت يعني بتخلي الرجاله يعني ايه تقعد وتدلدل ويشوفوا نفسهم علينا، ودي حاجه احنا يعني مش هنسمح بيها لان زمانها خلص وعدى. دلوقتي الراجل زي الست. فربنا يهديكي يا استاذه ياسمين ويعني يرجع لك عقلك، وكفايه قوي اللي انت بتعمليه.